فيلم ليبي تم تصوير 60% من مشاهده داخل غرفة واحدة تعالج قصته البيئة المدمرة لطموح الشباب وانتشار عدوى السلبية في المجتمع الليبي. لمزيد من التفاصيل أو من تفاصيل إنتاج الفيلم وكوادره الفنية والبشرية انضم إلينا عبر الهاتف مخرج المرشد الروحي بشير بالقاسم. سيد بشير أهلا بك. أهلا وسهلا بك شلحات. نعم سيد بشير، في البداية يعني لو تعطينا معلومات عن هذا الفيلم، طويل قصير، وأيضا يعني فكرة تصوير 60% من مشاهده في غرفة واحدة، ونعلم صعوبة يعني أن تحوز على نظر المشاهد ومتابعته في مكان واحد. صحيح. طبعا هذه كانت من الصعوبات اللي واجهتنا في صناعة الفيلم، يعني 60 أو أكثر حتى من 60% من مشاهد الفيلم كانت في غرفة واحدة، ومش أي غرفة، يعني كانت غرفة قديمة، يعني ما عندكش حتى شو نصور فيها يعني، فكانت شبه فارغة. فواجهنا صعوبة طبعا في اختيار الزوايا، كيف انك انت يعني لو قلنا ان الفيلم مدته 20 دقيقة، فحوالي يعني 12 او اكثر من 12 دقيقة بتكون داخل هذه الغرفة، فمش شيء سهل يعني. انت 12 دقيقة المشاهد راح يمل، فنحن كيف نكسروا هذا الملل في توصيل هذه الفكرة، انه هو كان شبه محبوس داخل غرفة او حابس نفسه كيف ما نقوله يعني، عشان يبدع في هذه الغرفة بعيد عن تفاهة العالم الخارجي. فهو بطل القصة أو بطل الفيلم منصور يعني عاش في هذه الغرفة واكتشف عالمه الخاص به، فبطريقة معينة من زوايا التصوير، من حركة الكاميرا، من الرؤية الإخراجية، يعني قدرنا أن نحن نوعا ما نكسروا هذا الملل اللي ربما يصيب بعين المشاهد. طيب يعني سيد بشير، في البداية لماذا تم اختيار أن تصور يعني جزء كبير من مشاهد هذا الفيلم في غرفة واحدة؟ هل كانت يعني هذه من القصة الأساسية للفيلم؟ طبعا هي فكرة الفيلم بصفة عامة إنه عبارة عن شاب يعني فكرة ضايع، مش عارف نفسه هل هو موهوب أو مش موهوب. هو رسام طبعا، بس نوعا ما البيئة اللي عايش فيها مدمرة زي بيئتنا في ليبيا للأسف، يعني مش بيئة خصبة لنمو المواهب. فهو صار معه شجار في الشارع، هذا الشجار أدى إلى أنه هو يهرب من هذا الشجار ويلقى نفسه في غرفة في مزرعة القديمة بالصدفة يعني. فلما دخل هذه الغرفة اللي في وسط المزرعة القديمة، صار يشتغل في الغرفة هذه بعيد عن العالم، يعني لمدة يومين كاملات في هذه الغرفة حاول أن يكتشف نفسه، من أنا بالنسبة لهالعالم اللي عايش فيه. فهي هذه فكرة الفيلم، أن لكل شاب موهوب يحاول يبتعد شوي عن الوسط السلبي اللي عايش فيه ويختلي بنفسه ويكتشف نفسه، يعني أنا من نكون. فهذه كانت رسالة لكل شاب موهوب في ليبيا. فلمدة يومين قعد في هذه الغرفة، ومن خلال الأدوات القديمة الموجودة في هذه الغرفة حاول أنه يبدع. فهذه رسالة أن لكل الشباب الطموح ما يقولش إنه والله أنا ما عنديش دعم، والله البيئة ما هيش مساعدة، فأنت بالموجود تقدر تخلق أي شيء لو أنت حاب هذا الشيء يعني. طيب يعني كتابة الفيلم وكاتب الفيلم، هل جاءت هذه القصة ربما من وحي الكاتب أم كانت مبنية على أحداث حقيقية؟ وأيضا الفيلم فاز بجائزة في مهرجان هون، هل من مشاركات أخرى وجوائز أخرى؟ وماذا عن فيلم العودة؟ بالنسبة لي فيلم المرشد الروحي هو كان العرض الحصري لي كان في مهرجان الخريف بهون، يعني ما كانش في يعني مهرجان خاص للفيلم القصيرة، كان هو مهرجان عام، وكان في سينما الخريف انعرض فيه هذا الفيلم كعرض حصري، ما كانش في مسابقة بين أفلام أخرى يعني. هو هذا فيلم وحيد انعرض في المهرجان. فكرة الفيلم أو القصة هي مش مستوحى من قصة حقيقية، بس هي عبارة عن قصة لكاتبة اسمها ميسون حبيب. هذه القصة نفس عنوان الفيلم المرشد الروحي. هذه القصة أنا كمخرج استوحيت فكرة الفيلم من هذه القصة، أن فكرة شاب طموح، فأعجبتني فكرة أنه هو متعلق بشيء اسمه المرشد الروحي، يعني مثال الضمير اللي يوجه فيه في الأشياء اللي يقوم بها في الحياة.
فهذا بالنسبة لقصة المرشد الروحي. فعدلنا زي ما تعرف ان القصة القصيرة صعب انها تكون فيلم لان ما تعدل فيها جوانب واجزات، فعدلنا فيها بحيث ان نقدروا نشتغلوها كفيلم قصير مدة تكون 20 دقيقة. بالنسبة لي فيلم العودة، فيلم العودة هذا فيلم موجود البرومو طبعا حتى هو على الانترنت، وقريب ان شاء الله ينزل الفيلم. هو انتاج 2015، يعني الفيلم ما قبل فيلم المرشد الروحي. تحصل على جائزتين، جائزة مهرجان مزدا الدولي للافلام القصيرة اللي كان قبل حوالي شهرين، وايضا جائزة تنات التابعة لجائزة سبتيموس اللي كانت في شهر 2 2016 عن افضل فيلم في سنة 2015 في ليبيا. نعم. إذا المخرج الشاب المخرج الفيلم المرشد الروحي بشير بالقاسم، شكرا لانضمامك معنا. مشاهدينا الكرام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.